كل سنة وانتم طيبين، ومع بداية سنة جديدة هنبدأ مع بعض كورس اسمه التحفيز الذاتي، السيلف موتيفيشن. هتيجي تقول لي ايه هو التحفيز الذاتي ده يا صديقي؟ هقول لك هو القوة اللي بتخلينا نعمل اي حاجة احنا عايزينها والاستمرار في عمل اي شيء، وهو كمان الدافع الداخلي اللي بيخلينا نطور وننتج ونواصل اعمالنا. الكورس ده يا صديقي عبارة عن رحلة، والرحلة دي متقسمة لمحطات. هنتعلم مع بعض يا صديقي في الكورس ده كيفية تحديد الأهداف في مجالات مختلفة، وكيفية تصنيف الأهداف، كيفية وضع الأهداف بطريقة ذكية، معرفة الخطوات العملية لتحقيق الأهداف، وهنتعلم كمان كيفية بناء الثقة بالنفس والحفاظ عليها، ومعرفة أهمية التفكير الإيجابي، ومعرفة الخطوات الأساسية لتحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. وهنعرف كمان حاجة مهمة جدا، وهي دور بيئة العمل ومواصفاتها اللي هتساعدك تزود إنتاجيتك وتحقق أهدافك. أول حاجة هنتعلمها مع بعض هي تحديد الأهداف، وعلشان نعمل كده لازم هتجيب معايا ورقة وقلم وتكتب كل فكرة تخطر على عقلك. وفي كمان 8 مجالات أساسية تقدر تحدد أهدافك من خلالهم. أولا الحياة المهنية، تقدر تحدد أهدافك من خلال الحياة المهنية. ثانيا علاقاتك الاجتماعية. ثالثا الجانب المادي. رابعا الجانب الصحي. خامسا الأهداف المرتبطة بتطوير الذات. سادسا الأهداف العاطفية. سابعا الأهداف الروحية. ورقم 8 كده حاجة مرتبطة بالمدح والسعادة. ودلوقتي هنعرف ازاي نحدد أهدافنا من خلال ال8 مجالات اللي قلنا عليهم دول. أول حاجة معانا مثلا هي الحياة المهنية. أنا عايز أوصل لشهادة معينة، هاخد كورسات أو هدرس دراسات معينة لحد ما أوصل للشهادة دي. أو عايز أتمم صفقة معينة في عملي، صفقة معينة داخل البيزنس بتاعي أنا عايز أوصل لها، يبقى ده أنا بحدد أهدافي من خلال مجال الحياة المهنية. تاني حاجة معانا هي علاقاتك الاجتماعية، وهنا هتسأل نفسك سؤال مهم جدا: هل أنت سعيد فيها؟ هل في علاقة متعبة في حياتك أنت عاوز تتخلص منها، أو عاوز تحسن وتقوي علاقة مهمة بالنسبة لك؟ تالت مجال ممكن تحدد أهدافك من خلاله هو الجانب المادي، وهنا هتسأل نفسك برضو سؤال: هل في ديون معينة أنت عاوز تتخلص منها في وقت معين، أو في حاجة نفسك تشتريها فنفسك تحوش مبلغ معين من المال علشان تشتريها؟ فهتحدد هنا هدفك بناء على الجانب المادي. رابع حاجة هي الجانب الصحي. عايز مثلا أوصل لوزن معين في فترة زمنية معينة، أو عاوز أبطل تدخين. خامس حاجة معانا وهي الأهداف المرتبطة بتطوير الذات، ودي الأمور اللي هتخليك سعيد في حياتك لكن ملهاش وقت محدد. زي إيه يا صديقي؟ زي مثلا تروح تتعلم العزف والموسيقى، تروح تتعلم حرفة يدوية جديدة، مثلا تاخد قرار إنك أنت هتقرأ كتاب معين، ودي حاجة مرتبطة بتطوير ذاتك. رقم 6 هي الأهداف العاطفية. كلنا عاوزين نوصل لسعادة أكبر في حياتنا، لكن إزاي نوصل لكده؟ أنا عاوزك تمسك الورقة والقلم وتكتب كل مشاعرك الحالية. زي مثلا شخص انطوائي وعاوز يخرج ويقابل ناس كتير. رقم 7 معانا هي الأهداف الروحية، زي اليوجا، الصلاة بانتظام، المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، وإنك تتعامل مع الناس اللي حواليك بشكل أفضل وبفاعلية أكبر. هي ممكن تكون حاجات بسيطة جدا لكن هتحقق لك جزء من أهدافك. رقم 8 حاجة كده مرتبطة بالمدح والسعادة، زي قضاء الويك إند في مكان هادي ومريح، تطلع رحلة مجنونة وتنط بالباراشوت مثلا، حاجة نفسك تعملها وهو ده وقتها. اكتبها برضو من ضمن أهدافك، علشان كل ما هتكتب أكتر كل ما كان أحسن ليك. بعد ما كتبت كل أهدافك يا صديقي بناء على ال8 مجالات اللي اتكلمنا عنها وحطينا كل حاجة على الورق مع بعض، هنبدأ دلوقتي نصنفها في 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي أهداف هتشتغل عليها حاليا وبشكل سريع جدا. المجموعة الثانية هي أهداف هتحققها لكن على المدى المتوسط. المجموعة الثالثة أهداف برضه هتحققها لكن على المدى البعيد. خطوة تحديد أهدافك وتصنيفها مش هتاخد منك ساعة ولا 2 يا صديقي، لا دي ممكن تاخد منك أيام ومجهود ذهني كبير جدا، لكنها خطوة تستحق كل تعب فيها. ابدأ فيها وخد كل الوقت اللي انت محتاجه، دي حياتك ودي الأهداف اللي نفسك تحققها قبل فوات الأوان. وبكده يبقى خلصت حلقتنا. ما تنساش تتابعنا في الحلقات اللي جاية علشان نكمل الكورس مع بعض، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة. أنا معكم بشوي أفلامين عكس التيار.